إحياء اليوم العالمي للمعاقين في أسمرة على مستوى البلاد. صيانة مستشفى عداقة حموس. ارتفاع مشاركة الطلاب في مائدة التعليم بمنطقة روبروبيا. انتحاريون بوكو حرام يقتلون 13 في نيجيريا. الولايات المتحدة تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة. والإعصار أوكي يجتاح ساحل جنوب غرب الهند. مرحبا بكم. بيان صادر عن الحكومة الإريترية بشأن التطورات الراهنة في اليمن. الحكومة والشعب الإريتري يهنئان الشعب اليمني وحزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبد الله صالح. وزارة الإعلام أسمر 3 ديسمبر 2017. أحيت البلاد في 2 ديسمبر الجاري اليوم العالمي للمعاقين في قاعة أخرية الأهلية الذي يصادف 3 ديسمبر تحت شعار نعزز الدعم المجتمعي لاعتماد المعاقين على الذات. وأوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب في المناسبة التي شارك فيها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة أن الإعاقة ظاهرة يمكن حدوثها لأي إنسان في أي وقت ولمختلف الأسباب. وقالت إن مشاركة عامة المجتمع يعتبر عماد جهود الحكومة لخلق الفرص المتساوية للمعاقين، مؤكدة بأن هذه الجهود تحقق نتائج مرضية. وذكرت أن إدراك قضية المعاقين بأنها قضية الشعب يؤدي إلى إحداث نتائج فاعلة ترتكز على الرعاية والعناية الجيدة، داعية لتعزيز تعاون كافة الجهات لتقوية البرامج المنفذة. وأشاد الدكتور بيري نغوم نيابة عن منسقة وكالات الأمم المتحدة في إريتريا بجهود الحكومة الإريترية لجعل المعاقين منتجين، موضحا وقوف الأمم المتحدة إلى جانبها. هذا وشهد الحفل عروض ثقافية وفنية لطلاب مدرسة الصم والمكفوفين وأشغال يدوية عدها المعاقين. ويحتفي ب3 ديسمبر اليوم العالمي للمعاقين للمرة 26 على مستوى العالم و22 على مستوى البلاد. تم إحياء 1 ديسمبر اليوم العالمي للإيدز بمدينة مصوع تحت شعار الخدمات الصحية حق لكل مواطن. وأوضح المدير العام لقسم الصحة الأهلية في وزارة الصحة الدكتور عندي برهان تسفاسيون في المناسبة التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة أن الإصابة بهذا المرض العضال انخفضت بنسبة أقل من 1%، وفي الحوامل بنسبة 28% نتيجة الجهود المنسقة لاستئصال المرض. وبين ذلك انخفاض المرض بنسبة 87% في السنوات 12 الماضية. وقال إن حوالي 9000 مواطن مصاب بالفيروس يتلقون أدوية إطالة العمر، ولأن نسبة الإصابة بالمرض تزداد في المرأة عامة والبقاء بصفة خاصة، دعا لتعزيز جهد كافة المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المخطط الوصول إليها عام 2030 على المستوى العالمي. وأوضح مسؤول السيطرة على مرض الإيدز والأمراض التناسلية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد روبيل أرون أن كافة المؤسسات الصحية تقدم خدمات الإرشاد والتحاليل لمكافحة المرض، مشيرا إلى أن الإصابة بمرض الإيدز التي كانت عام 2005 حوالي 3.4% انخفضت حاليا إلى 0.39% على مستوى الإقليم. وأشادت مندوبة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور جوزيفين نامبوذا بالنجاحات التي حققها شعب وحكومة إريتريا لمكافحة الإيدز، وعربت عن ثقتها لبلوغ إريتريا أهداف التنمية المستدامة قبل الوقت المحدد لها نتيجة العمل المتفاني الذي تقوم به رغم الجهد الكبير الذي يتطلبه خفض الإيدز إلى أدنى مستوى.
تمت صيانة مستشفى عداقة حموس بمدينة أسمرة بتكلفة بلغت حوالي 17 مليون نقفة، وقد افتتح المستشفى في 2 ديسمبر بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد، ووزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين، وحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، وقائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيلبوس ولد يوهنس، ومسؤولون آخرون. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور تسفاي سلامون في التقرير المقدم عن بناء غرف ولادة تضم عنبر جراحة و30 سريرا في المرحلة الأولى من أعمال الصيانة، وظلت تقدم الخدمات. وأجرت في المرحلة الثانية صيانة 23 من الغرف القديمة لتشخيص المرضى والتحاليل والأشعة والصيدلة وانتظار المرضى والمكاتب وغيرها، وتجهيزات بالقدرات البشرية الكافية والمعدات الطبية، وسيسهم ذلك في تخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى. وأوضح المدير العام لقسم التنمية العمرانية في الإقليم الأوسط المهندس تسفى ألم ولد ميكائيل أنه ورغم الفترة الطويلة لعملية صيانة مستشفى عداقة حموس العمومي الكائن في مساحة 1870 مترا مربع، وهو في مبنى مكون من طابق واحد، قد أجريت فيه حاليا أعمال البنى التحتية الكاملة. وأشار حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي في الكلمة التي ألقاها إلى الاستثمار الكبير الذي أجري لصيانة المستشفى، موضحا عن أمله لتقديم خدماته لسكان 4 مديريات. نظم مكتب المراجع العام دورة تأهيلية ل6 أشهر لأعضائه لتطوير قدراتهم وتقوية كفاءة العمل. ونظمت الدورة التأهيلية بتعاون مؤسسات المراجعة العامة العليا للدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بإشراف خبيرا مراجعة عامة إريتريان وناميبيان. وقدمت الدورة التأهيلية النظرية والتطبيقية على 3 مراحل، هي التنفيذ الأساسي للمراجعة والمراجعة والدراسات المسبقة وتنفيذ المراجعة والدراسات الأساسية، حيث قدمت المرحلة الأولى في شهر مايو الماضي، والمرحلة الثانية في شهر يوليو، والمرحلة الختامية في شهر نوفمبر. وأوضح المراجع العام لإريتريا السيد غريزكيهير جبري متين في المناسبة أنشطة مكتب المراجع العام، مشيرا إلى العمل الجاري لتنمية القدرات البشرية وإدخال التقنية الحديثة لضمان تحقيق مراجعة عامة جيدة وكفؤة. وقال السيد جوشو أسيومي أحد المشرفين على الدورة أن دولة إريتريا نشطة في المؤسسات العليا للمراجعة العامة للدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، وأن التأهيل يسهم بدور كبير للدفع بتعاون الشراكة وتنمية القدرات البشرية. ونظمت الدورة التأهيلية بخبراء من جمعية المؤسسات العليا للمراجعة العامة للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك دول كينيا وأوغندا وبوتسوانا. أوضح مدير مدرسة روبروبيا الابتدائية والمتوسطة الأستاذ علي محمد بضاحية روبروبيا بمديرية فرو عن التطور الذي يظهره مشاركة الطلاب في مائدة التعليم، خاصة الطالبات. وفي تصريح أدلى به الأستاذ علي لوكالة الأنباء الإريترية، ذكر بأن التطور المحقق يجري بالتعبئات الجارية بالتنسيق بين وزارة التعليم وشركاء العمل، مشيرا إلى استمرارية الجهود لحفظ ومضاعفة تلك التطورات. وأضاف بأن المواطنين بمبادرة منهم بنوا فصولا مؤقتة لأن البنى التحتية التي كانت تمتلكها المدرسة بنيت بمقاييس مدرسة ابتدائية فقط، مناشدا لبناء مبنى يخدم المدرسة المتوسطة من أجل تقديم خدمات تعليمية ناجحة. وذكر الطلاب لبناء مدرسة ثانوية لضمان استمرارية الطالبات للتعليم. وأوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن مدرسة روبروبيا الابتدائية والمتوسطة تقدم خدمات التعليم هذا العام ل 336 طالبا، منهم 60 طالبة بالإضافة إلى 31 من الأطفال يتلقون خدمات تعليم رياض الأطفال. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا.
مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي قال مسؤولان إن انتحاريين يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة قتلوا 13 شخصا على الأقل في هجوم على سوق في بلدة بيو في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا. وقال علي إدريس وهو من قيادات البلدة إن الانفجارات وقعت فيما كان موظفو إقاسة يوزعون أغذية على المتضررين من الصراع الدائر منذ 8 أعوام مع بوكو حرام. وقال فيكتور إسكو المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو إن 53 شخصا أصيبوا. ويحمل الهجوم الذي وقع يوم السبت بصمات جماعة بوكو حرام التي تستخدم انتحاريين وأحيانا نساء وفتيات لتنفيذ هجمات على أماكن عامة مزدحمة. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من ميثاق أممي لتحسين التعامل مع أزمات المهاجرين واللاجئين باعتباره يتناقض مع سياساتها. وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في سبتمبر 2016 بالإجماع إعلانا سياسيا غير ملزم، هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين يتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستستمر بسخائها في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، لكن القرارات حول سياسات الهجرة يجب أن يضعها الأمريكيون دائما والأمريكيون وحدهم. وتحت إدارة ترامب وشعاره أمريكا أولا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من التزامات دولية عديدة تم التوقيع عليها خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأهمها اتفاق باريس للمناخ. كما انسحبت الولايات المتحدة مؤخرا من منظمة اليونسكو واتهمتها بالتحيز ضد إسرائيل. اجتاح الإعصار أوكي جزر لاكشادوب في جنوب غرب الهند بعد مروره على ولايتي كيرلا وتاميل نادو المجاورتين، مما أودى بحياة نحو 14 شخصا مع وجود مخاوف من تقطع السبل بالكثير من الصيادين في البحر. وقال مسؤولون إن السلطات ومنها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وخفر السواحل البحرية في الهند أنقذت نحو 223 صيادا وأجلت آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة بالإعصار مع استئناف عمليات الإنقاذ يوم السبت. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء رانديلدا مودي تحدث إلى رئيس وزراء ولاية تاميل نادو لطمأنته على عمليات الدعم ومن بينها توفير الأموال اللازمة لمواجهة الكارثة. وفي الخبر الأخير، أعلنت قوات حرس السواحل الكورية الجنوبية اليوم الأحد مقتل 13 شخصا وفقدان 2 آخرين جراء اصطدام قارب صيد مستأجر وناقل قبالة سواحل أنشتون قرب العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القارب الكوري الجنوبي الذي يبلغ وزنه 9.77 طنا انقلب وهو يحمل 2 من أفراد الطاقم و20 راكبا عندما اصطدم بناقلة تزن 360 طنا في المياه بالقرب من جزيرة يونغ ميانغ. وتلقى الرئيس مون جي إحاطة حول الحادث بعد أقل من ساعة من حدوثه، وأمر بإجراء عمليات بحث وإنقاذ شاملة وفقا لما أعلنه مكتبه الرئاسي. وقامت السلطات الكورية الجنوبية بحشد 4 طائرات هليكوبتر و14 قاربا لعملية الإنقاذ والبحث. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.